السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيعي من العراق. اتفضل. السؤال الأول، ليش السني يصير شيعي؟ شنو السبب؟ ساعات السني بيأخذ بعض المواقف، يعني مثلا يأخذ موقف مثلا من موقف مقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه، يأخذ موقف مثلا من عائشة، يأخذ موقف من معاوية، ساعات بيأخذ مواقف فبيتشيع من أجلها. لكن هل يبقى في التشيع؟ هذا السؤال. هل يبقى في التشيع؟ هو أخذ موقف خلاص فتشيع. هل يبقى للتشيع؟ ده بقى اللي احنا محتاجين نعرفه. يعني أنا دلوقتي أخدت موقف مثلا من مسألة مثلا معاوية، ولقيت إن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في نهج البلاغة يزكي معاوية، بيرجع. أخدت موقف من عائشة والأحاديث بتاعت عائشة، دخلت التشيع لقيت إن كتب الشيعة كلها أفلام إباحية، رجعت. أخدت موقف مش عارف من مين، دخلت كتب الشيعة لقيتها مش عارف، رجع. قول لي بقى أنت، يعني إحنا لو عديناهم مثلا، لو عديناهم هنلاقي 5 ولا حاجة اللي موجودين على اليوتيوب والباقي بح مفيش. كل سنة وانت طيب، بيرجعوا تاني. هسه انت ما قلت لي شنو السبب؟ السبب يعني ليش يصير شيعي؟ ما انا قلت يعني لك، عندك بالفقار وانا المغرب كل ده، ما هو بص انت تعرف هو بقى شيعي عشان شبهك كده. يعني انا جاوبتك الاجوبه دي كلها، قلت لك بياخد على المواقف، وانت جاي تقول لي هو يعني ما جاوبتنيش ليه صار شيعي؟ زين يا ابني انت عندك كام سنه يا ابني؟ انت انت عندك كام سنه يا ابني؟ انا 32 سنه. اقسم بالله، اقسم بالله الان اتشيع لو قرات لي الفاتحه بصوره صحيحه. اتفضل من غير ما تغلط في تشكيل. بس خلينا نكمل سؤالات. لا دلوقتي اهو هثبت لك عملي، دلوقتي هثبت لك عملي. اقرا لي الفاتحه بصوره صحيحه. اتفضل. انت المفروض بتصلي بيها 5 صلوات، ده لو كنت بتصلي اصلا. اتفضل. خلينا نكمل سؤالي وبعدين. يا عم انت مش حافظ الفاتحه اصلا، يعني انت مش حافظ الفاتحه اصلا، جاي تكلمني في شيعة في تشيع؟ يا عم بقى خلاص بقى، بطلوا هبل بقى.